يا مساء السعادة، تعالوا بقى أعرفكم ازاي نعمل قطعة لحمة دايبة مستوية حرفيا مش مستحملة حد يمد ايده عليها. عشان خاطر كلنا بنشتكي من سوى اللحمة وانها بتشد معانا ولها مشاكل كتير. شايفين مجرد ما لمستها بسم الله ما شاء الله دايبة دوب. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعملها ازاي. دي لحمة، كانت معايا لحمة شاريينها عادي جدا. أول حاجة بتعمليها بتبدأي تحطي اللحمة في حلة واسعة وبتبدأي تشوحيها. طبعا اللحمة كانت كتير على الحلة دي، فأنا هغير الحلة دلوقتي بس مش مشكلة. خلينا في البداية كده نعرفكم ازاي اللحمة بتطلع طرية جدا وما بتشدش وفي نفس الوقت دايبة. مبدئيا بتحطي اللحمة، أول حاجة بتحطيها في حلة سخنة جدا بتشوحي اللحمة. دول كانوا معايا 2 كيلو من اللحمة، بدأت أشوح فيهم كويس جدا. عايزة اللحمة يطلع طعمها حلو، ما تجيبهاش حمرا صافي، لازم أن يكون فيها كام قطعة من الدهن وكام قطعة من العظم، لأن العظم والدهن هما اللي بيخلوا الشوربة بتاعتك لها طعم مميز كده وجميل جدا وطعمها حلو. أنا لما بجيب 2 كيلو من اللحم بجيب عليهم ربع كيلو دهن على عظم كده، علشان خاطر يخلوا طعم اللحمة حلو، أو نص كيلو على حسب، لأن هي بتبقى سعرها أقل شوية من اللحم، أو بتجيبيه مشكل يعني عظم على لحم مفيش أي مشكلة. أول حاجة لازم نقفل مسام قطعة اللحمة عشان تحتفظ بالسوائل جوه وتطلع طرية جدا. فبنديها تشويحة، التشويحة ديت بتنزل في حلة سخنة جدا، فبنقلبها كده على كذا جهة لحد ما بتاخد تشويحة حلوة جدا. ليه؟ لأن التشويحة دي هي اللي بتقفل المسام بتاعت، شوفي القطعة الحمرا دي بتحطيها، أول ما بتحطيها بتنقلب لبني كده زي ما انتوا شايفين كده، معناها انها خدت صدمة وحبست السوائل جوه فيها. هنبدأ بقى نحط معايا فلفل أسمر حب، فأنا ما بحطش بودر علشان خاطر ما يسمرش معايا الشوربة وفي نفس الوقت يعمل طعم حلو أو يضيع ريحة الزفارة أو أي ريحة فيها. معايا 3 4 من الطماطم مقطعاهم منصف وإنصاف اربع يعني. ومعايا بصلتين، واحدة حطيتها سليمة واحدة قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تقطعي البصل كله او تسيبيه سليم كله، بس انا بشوف ان هي لما تتقطع بتخلي ريحة الشوربة احلى. قلبت كده زي ما انتوا شايفين، الحلة ديت ضيقة جدا فمش هتستحمل الغليان اللحمة والفوران وكده، فانا هبدأ اسيب كل اللحمة دي ابدلها في حلة تانية. بس دلوقتي خليكم معايا، دلوقتي مية سخنة اهي، تحط مية من الكاتل بتغلي مية جنبك كده على البوتاجاز. فانا شايفة ان انت لما تحطيها جنبك على البوتاجاز بتكون افضل بكتير، لانها بيكون كله في مكان واحد كده، علشان الكهرباء ممكن تشغل الكاتل في مكان وانت في مكان فيحصل لا قدر الله حاجة. فانت طالما واقفة على البوتاجاز بتطبخي فحطي المية جنبك كده زي ما انا حطيت. وزي ما كنت قايله لكم ان انا هبدل الحلة عشان مع الغليان فارت على الارض، فانا بدلتها في الحله الكبيره دي، حله كبيره جدا الومنيوم، فدي حله العزايم بس انا لقيتها مناسبه جدا للحم. حطيت كده لما قلبت اللحمه فيها، شوفوا بسم الله ما شاء الله. طبعا اللحمه كنت كل شويه بقلبها وببدا ان انا ابص عليها. دلوقتي خلاص اللحمه دخلت في السوى، في الوقت ده انا هملح اللحمه. طبعا لو اللحمة معاكي مرضتش تستوي أو خدت وقت تقدري تحطي عليها ربع معلقة صغيرة من السكر، هتخليها تدخل في السوى أسرع. ولكن أنا بصراحة ما حطيتش، لأن اللحمة اللي عندي دي أنا واثقة إن هي لحمة صغيرة في السن، فما خدتش وقت كبير. كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، بعد ما اختبرت قطعة اللحمة حطيتها تاني، شايفين الشوربة بتاعتها. دلوقتي هنملح بقى، شايفين الشوربة بتاعتها جميلة جدا، الريحة والطعم يا جماعة تفتح النفس حرفيا. الشوربة ديت لوحدها حكاية، والشوربة رايقة بقى، ولا فيها أي ريم ولا فيها أي مشكلة ولا فيها أي ريحة زفارة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم.